لا، يعني ايه بيكسار عندهم افلام زبالة؟ طفولتي. شركة المرعبين. باز يطير. لا، ما اعتقدش الناس مستعدة لفيديو زي ده بنتكلم فيه عن افلام زي الزفت طلعت من بيكسار. والصراحة معاهم حق. بيكسار من الاستوديوهات القليلة اللي بدأ بداية عالية قوي وفضل يعلى على نفسه مع كل فيلم جديد. سهل جدا لبيكسار انهم يعملوا فيلم كلاسيكي وفي كل التفاصيل والحاجات الحلوة اللي بنحبها منهم. بس بيكسار لما بيعملوا مصيبة، صوت المصيبة بيرن وبيسمع. بلاش النوستالجيا تعمل يا جماعة. بيكسار بغض النظر عن افلامهم اللي بتشكل طفولة اغلبية المشاهدين، لكن ليهم تحركات غبية جدا عملوها وبيستمروا يعملوها، سواء كان قرارات متخلفة ممكن تأذي افلامهم، او تصريحات متخلفة وكلام دعائي ممكن يحط صورتهم في الارض. بيكسار ليهم مصايبهم وللأسف بتسمع. معانا كذا فيلم ليهم هنتكلم عنهم وكيف هما من أسوأ الأفلام اللي بيكسار أنتجوها على الإطلاق. وهنسيب القوس مفتوح طبعا عشان من دور كده جايين من الحقبة الأخيرة لأفلام بيكسار، وإحنا متوقعين حاجات كارثية هتظهر من بيكسار مع الوقت، عشان بيكسار بتاعة الإبداع والفن مبقتش موجودة، وبيكسار بتاعة الأرباح هي اللي بقت موجودة دلوقتي. رقم 7 Onward. ده المفاجأة طلع أحسن من فيلم تاني هنتكلم عنه بعد الفيلم ده مباشرة. Onward نزل في 2020 في وسط انتشار الوباء وإيراداته اتدمرت بسبب الموضوع ده. العالم بتاع الفيلم حلو بيستقبل الحياة كالعادة بتاعت أفلام بيكسار وديزني مع بعض، ويعني دي حاجة مش جديدة. الفيلم نفسه متوسط جدا لأي فيلم رسومي عادي وسيء لكونه فيلم بيكسار. العالم بتاع الفيلم بيستقبل الحياة بشكل حلو لكن للأسف غير منطقي، ومن الأول بيبان إنه معمول عشان يعملوا فكرة قصة إجبارية على الفيلم. في إجبار على القصة مع العالم بتاع الفيلم عشان طبعا يخلقوا محتوى يحطوه على الشاشة. باقي الفيلم ماشي بروتين كوميدي زيادة يفقع المرارة بميكس كوميدي كده من اللي بيشاف حاجة زي السيمبسونز مع بينكي ان ذا برين، بشوية بناء شخصيات عشان لازم نحط حاجة زي كده في الفيلم. وعموما يعني الشخصيات الرئيسية بتاعتنا ملهمش الكاريزما القوية ديت اللي ممكن نلاقيهم في الثنائيات زي مايك وسالي، وودي وباز والناس ديت. الفيلم نفسه ما بيعملش اي شيء جديد ما سمعناش عنه قبل كده، ولا حتى بيحاول يكون فيلم قوي مع الاساسيات اللي محطوطة عشان تطلعه فيلم قوي. الفيلم ده اغلبه افيهات عبيطة جدا ومواقف ساذجة على بناء سطحي على مشاكل مش بتتصل للجمهور اللي بيتفرج، ولا الفيلم نفسه بيحاول يبان انه يقدر يقدم اي نوع من الترفيه اللي الفيلم جاي المفروض يقدمه باي انواع من الشغف. باختصار يعني ده فيلم نازل عشان عايزين فيلم وخلاص وعايزين محتوى زيادة، وده اللي الفيلم نجح فيه للأسف. واتضح وقتها ان ده نوعية فيلم من الافلام اللي بتنزل على مدار السنة عشان العيال تشوفها، وبعد كده الناس هتنسى ان الفيلم دوت اتعمل من اساسه. وبيكسار نفسهم كانوا ملاحظين كده وعارفين الموضوع دوت لما التجوا لاسلوب الدعاية الرخيص ده. رقم 6 The Incredibles 2. رائعة براد بيرد الرسومية الرابعة. نبتدي الموضوع ده ازاي؟ كان نفسي اقول ان ديزني هما اللي اجبروا براد بيرد عشان يعملوا الفيلم التاني، بس للاسف مفيش مصدر بيقول ان الكلام ده حصل. فاحنا هناخد كلام براد بيرد وبناء عليه هنتكلم عن الفيلم الكارثي. كل مرة براد بيرد سأل عن الفيلم دوت قال انه عايز يعمل الجزء التاني احسن من الجزء الاول، وكل شوية يطلع يحمس لفكرة الفيلم حتى من 2007 مع فيلم راتاتولي. اللي طلع قدامنا بقى كمنتج كان العكس تماما عن اللي قاله. الجزء الثاني كان مشابه وعلى نفس خطى الفيلم الاول بس بجودة اسوأ، بناء واخراج وعالم. ستايل الفيلم الرسومي ضارب مع محرك بيكسار الرسومي الجديد. ستايل الفيلم للاسف مش متلائم مع طبيعة الفيلم الرسومية زي اللي اتعمل في 2004، عشان وقتها الستايل ده كان معمول يشتغل حوالين عوائق التكنولوجيا ويدي نظرة مختلفة ان ده فيلم رسومي بستايل وفكر وفن وابداع. ده للاسف ما اشتغلش مع الفيلم، وبيكسار لاحظوا كده برضو، وادينا شايفين ستايل افلامهم الجديدة. الفيلم نفسه جاف ابداعيا، الشخصيات كلهم بيتصرفوا كأن الفيلم الاول ما حصلش، مفيش اي نمو شخصيات، والفيلم نفسه بيلعب على نفس الافكار اللي كان بيتريق عليها في الفيلم الاول. ده غير ان الفيلم نفسه برضو بيلعب على اوتار بيتم استخدامها في افلام السوبر هيرو التقليدية اللي الفيلم الاول اتريق عليها،
Because you have some strange abilities and a shiny costume, the rest of us are supposed to put our lives into your gloved hands. He starts monologuing. He starts like this prepared speech about how feeble I am compared to him, how inevitable my defeat is, how the world will soon be his, yada yada yada. Yammering. You sly dog! You got me monologuing! I can't believe it. الفيلم ما كانش فيه اي احساس انه بيتكلم عن العيلة وتحدي عوائق الحياة وبيقترب من الجمهور. ما كانش فيه اي شيء بيميزه او اي شيء بيرفعه زي الفيلم اللي فات. حتى الاخراج واستخدام الاضاءة ما كانوش موجودين. الاضاءة كانت جينيريك على طول الفيلم. ده حرفيا الفكرة اللي الفيلم الاول اتريق عليها بالكامل اتنفذت في الفيلم التاني. ده سيندروم نفسه الشرير بتاع الفيلم اللي فات يقرف من الفيلم ده. حرب ما بين الخير والحياة انتهى انه يبقى سرقة بنك؟ لا، ده احنا جايين نحقق ارباح بقى. رقم 5 بريف. ده فيلم بقى عليه شوية صياح انما ايه عنب. الفيلم ده في الاصل كان هيتم اخراجه من سيدة جميلة فاضلة اسمها بريندا شابمان. الفيلم كله هيتركز على علاقة البنت ووالدتها وتقبل فكرة ان البنت ممكن تكون عادي عندها صورة طريقة مختلفة جدا للحياة عن والدتها بعيدا عن اتباع العادات والتقاليد. بعدين جون لاستر دخل في الموضوع وما كانش معجب بفكرة ان الست شغالة على فيلم لوحدها. راح طيرها من الفيلم خالص وجاب واحد بدلها اشتغل على الفيلم وخلصه. مع ذكر ان السيدة بريندا شابمان اشتغلت على فيلم The Prince of Egypt مع عدة مخرجين تانيين، والفيلم ده مصنف بشكل جماعي انه واحد من اعظم الافلام الرسومية اللي اتعملت على الاطلاق. فالصراحة بيكسار كانوا في ايد امينة معاها، بس الحركة اللي لاستر عملها كانت زي الزفت واذت الفيلم كله. الفصل الاول من الفيلم اللي شايل الفيلم كله بيبني شخصية البنت وشخصية الام والعلاقة ما بين البنت ومامتها. منزل دور الرجالة في عالم الفيلم عشان يلقي الضوء على المرأة بشكل أساسي في الفيلم. بعد الفصل الأول الفيلم بقى بيبتدي يبقى النسخة أسوأ من براذر بير. رقم 4 دوري. الواحد عينه دمعت على دوري يا اخوان، بس ده مش معناه ان الفيلم حلو. فكرة فيلم دوري كان ممكن تتنفذ في 25 دقيقة وكتير عليه برضو، وكان ممكن نعيط برضو، بس الفيلم مط وقته معانا عشان يبقى فيلم. انا اتفرجت على الفيلم ده كذا مرة، والايرونيك مع الفيلم اتعمل لشخصية دوري. انا مش فاكر اي شيء ايجابي او اي مشهد من الفيلم دوت غير يمكن تقريبا المشهد بتاع العربية الكبيرة اللي كانوا سايقينها ديت. انا كنت ده تقريبا المشهد الوحيد اللي فاكره في الفيلم. اي حاجة تانية من الفيلم انا مش فاكرها. دوري شخصية جانبية بحتة، ترفيهية وخلاص على الشاشة عشان تضحك وتكون خيط بيربط ما بين القصة والشخصية الرئيسية وازاي توصل الفيلم لنهايته، بس كده. لكن دوري لوحدها في الفيلم ده ما تنفعش. اللي خلانا نعيط على دوري عشان بناءها اتقسم لاتنين، جزء اتنفذ في الفيلم الاول وجزء اتنفذ في الفيلم التاني اللي ما كانش محتاج يبقى فيلم وقته طويل لوحده. الفيلم ده بائس منزوع الابداع وما بطيقش رسوماته ولا حتى له اي لازمة الا عشان اسم يقدروا يحققوا منه ارباح كفاية من النوستالجيا اللي الجمهور اللي اتفرج على الفيلم الاول الجميل جدا اللي اتعمل عشان يحققوا مكاسب كتير. رقم 3 كارز 2. انا حاطط الفيلم ده في مرتبة عالية بسبب ان انا حبيت الاكشن اللي الفيلم ده قدمه، غير كده ولا اي حاجة. ده اكتر فيلم عائلي مليان قتل مباشر على الشاشة وبارقام كبيرة كمان، والدنيا بيس قوي كده محدش يتكلم. عشان كده انا استمتعت بالفيلم ده. نتكلم جد شوية بقى. نفس غلطة فايندينج دوري موجودة في الفيلم دوت بس على محيط اوسع من فيلم فايندينج دوري. الشخصية الكوميدية اللي كل هدفها تبقى دعابة الفيلم ما ينفعش يتبني حواليها فيلم كامل. تاني، فيلم كارز 2 فيه كل الحاجات الغلط اللي ما ينفعش تتعمل في فيلم سينمائي. شخصيات الفيلم الذكية، تفكيرها وشخصياتها جوه الفيلم غير منطقية بالنسبة لفيلم أكشن جواسيس. الشخصية الرئيسية اللي هي أصلا دعابة الفيلم الأول، كونها الشخصية الرئيسية في الفيلم ده مبوظة الدنيا خالص. عالم الفيلم موسع مش متوسع على فكرة ان ده عالم للعربات المتحركة زي الفيلم الاول، وشغال ان ده عالم انسان بعربات تكون البديل الطبيعي للعالم بشكل غير منطقي. بناء العالم كله بايظ سكة ودغري، يعني ما فيش اي بناء عالم في الفيلم ده.
ولا زي الفيلم الاول ولا زي الفيلم الثالث. ادلى بشر على الشاشه والفيلم تقييمه حتى كل الاعمار، حتى الاطفال الرضع بيتفرجوا على الفيلم عشان مش هيفهموا الفرق ما بين العربات والانسان. نعم انا مش فاهم حاجه. جون لاستر كان عامل دماغ حلو قوي وهو بيعمل الفيلم ده. القصه رايحه في داهيه وملهاش اي نوع من المنطق. العالم البناء بتاعه كله بايظ وبرضه ملهاش اي علاقه بالمنطق. الشخصيات بنائها كله مفيش ولا واحد منهم ماشي منطقي او طبيعي او اي حاجه، والبناء ماشي باستمرار بشكل اجباري، والفيلم اساسا اتعمل عشان يبيع لعب اطفال ولعب اطفال بالعبيط. عشان كده معظم شخصيات الفيلم دوت مفيش معاهم اي نوع من المنطق، واغلبهم بيظهروا مره ولا اتنين بالكتير وبعد كده بيختفوا من على الشاشه. بس الاكشن حلو الصراحه، يعني لازم نقول يعني. رقم 2 لايت يير. اعتقد ان انا بالفيلم دوت حرقت رقم 1 في القائمه ديت، بس كده كده هنتكلم عنه برضو. لازم نصيح، فيلم لايت يير هو المفروض فيلم اندي المفضل، تمام؟ الولد بتاع توي ستوري ده، اوعوا تتوه معانا، تمام؟ ده من اسوأ افلام سلسله توي ستوري، مش موجوده معانا في القائمه ديت في الوقت اللي الفيديو ده بيتعمل فيه، اللي هو مارس 2023. يمكن الفيلم الخامس يبقى موجود. اندي اعجب جدا بالفيلم دوت اللي المفروض نزل في سنه 1995، يعني المفروض حاجه زي ستار وورز كده، بس روح الفيلم دوت مش باينه خالص انه من 1995. نقول ايه طيب؟ كانوا تصريح من الناس اللي شغالين على الفيلم، منهم اللي بيقلل من الجمهور، ومنهم بيقول ان الفيلم دوت ملوش اي دعوه بافلام توي ستوري، ومنهم بيقول ان الناس اللي ما عجبهاش الفيلم دوت مش عاجبها العجب. هجوم مباشر على جمهور بيكسار اللي دايما بيتوقع الافضل من الاستوديو من 1995. عمدا ما رضيوش يجيبوا مؤدي صوت باز من سلسله توي ستوري بحجه ان ده شخصيه مختلفه، يعني ليله حلوه. الفيلم يعني ثقافات ما كانش موجوده في 1995 متحطت غصب جوه الفيلم. الفيلم ما استخدمش بناء العالم لايت يير اللي اتبنى من 20 سنه في اوائل الالفيه، واستخدم بناء وشخصيات مختلفه مع عالم ممل وقصه اقل من المتوسطه وشخصيات انا مش فاكر اي حد منهم. مفيش حد في الفيلم ده كان ساطع. شخصيه باز كانت ممله لوحدها. انا لو معرفوش من سلسله توي ستوري انا كنت نسيت اسمه. ده حرفيا الفيلم سيء للدرجه دي، واخراج الفيلم عموما ممل بشكل شديد جدا، جاف. ده غير بقى الاستخدام السيء للرسوم المتحركه لاستوديو ملقب نفسه انه بيحب ويحترم كل ستايلات الرسوم المتحركه، مستخدم ستايل سيء جدا قريب من اللايف اكشن ومخلي شكل الفيلم سيء ومحبط. الرسوم المتحركه المفروض تسطع بالالوان، تجعل الجماد حي. بيكسار كاستوديو ساهم انه يرفع من الرسوم الثلاثيه الابعاد، ساهم انه يكون اسوأ مستخدم للرسوم المتحركه على الاطلاق في نفس الوقت. رقم 1 حبابنا ديناصور العبيط. الاول هديله حقه، الفيلم كان شوكيس تقني لايه المحرك الجديد بتاع بيكسار الرسومي يقدر يعمله. رسومات الفيلم جميله جدا، بس كده مفيش حاجه تاني. ناخد كل سلبيات الفيلمين اللي فاتوا ونضربهم مع بعض، مع اضافه ان الفيلم ده عنيف حبتين للاطفال، بس ما تقلقوش يعني مش زي كارز 2 خالص. الفيلم ده اعنف. الفيلم ده مش منطقي نهائيا. الاخراج سيء. دور الانسان هنطول قوي لو شرحت قد ايه هو غير مريح للمشاهده وكم الغلطات اللي شخصيه الطفل الانسان مبني بيها. الفيلم نفسه بيستقبل المشاهدين في اكتر من مشهد بشكل محزن ومستفز، والفيلم اغلبه ايه ده كله، والفيلم كله ممل. نزل في نفس السنه اللي فيلم انسايد اوت اللي برضه له مشاكل خاصه، بس الفيلم ده حرفيا من اسوأ الحاجات اللي شفتها، بتحتقر المشاهدين كلهم بالاجماع لكم العبط والتخلف المنطقي والملل والجفاف الابداعي والعاطفي اللي موجودين في الفيلم ده. الفيلم ده لو شخص حي هيتريق على المشاهدين، حرفيا ما يستحقش ولا دقيقه واحده منه تتشاف. كارز 2 احسن منه. لايت يير لا بلاش لايت يير. اي فيلم تاني اتعمل لبيكسار حرفيا انضف 100 مره من الكارثه دي. افلام دريم وركس التعبانه اللي تنزل ما بين الحين والاخر انضف من الفيلم ده. افلام فروزن اللي مشاكلها كتير انضف من الفيلم ده. الفيلم ده لو اتحط لاطفال 12 سنه يتفرجوا عليه هيبقى حرفيا عقوبه. شفت ازاي بيكسار ممكن يبقى عندهم عادي جدا كتالوج كامل من افلام الزباله؟ مفيش حد هيتكلم طبعا عن افلام الزباله عشان محدش عايز الناس تتفرج على افلام زباله طبعا. يعني بيكسار كل مره هنتكلم عنهم هنذكرهم بالماضي الجميل، مونسترز انك، توي ستوري، ذا انكريدبلز، الحاجات الحلوه ديت. بيكسار بتاعت دلوقتي مجرد ناس تانية في السوق، ولو بتسألوا على افلام تانية زي ماسترز يونيفرسيتي وباجز لايف، الافلام ديت ارقى بكتير انهم يكونوا في القائمة ديت. شكرا للمتابعة واسيبكم تكلموا يومكم. بيس.